بس كده تقلبتين. جبت بقى كيس حراري وحطيت الجمبري بالصوص بالزبده بكل حاجه كده زي ما هي. كمان السويت كورن بتاعي استوى وبقى تمام، حطيته هو كمان جوه الكيس. ولو ما عندكوش المكبس بتاع الكيس الحراري ما توقفوش، هاتوا حتات ورقه فايل كده زي ما انا ما عملت ولفوا بيها الكيس الحراري، هيتقفل معاكم ويبقى تمام. الفرن عندي سخن مسبقا على درجه حراره 200 من تحت بس. وطبعا الكيس الحراري موجود جوه بايركس او صينيه فرن عشان اعرف اتحكم فيه اكتر. الجمبري من طبعه بيستوي بسرعه، شايفين عمل صوص كده لوحده وشارب من الزبده، والريحه يا جماعه تجنن بجد، ريحته فظيعه. طبعا انتوا عارفين ان الزبده لما بتدخل في اي اكل بتحليه، فتخيلوا بقى البهارات دي كمان مع الزبده والبصل والثوم، الريحه هنا عامله ازاي. وجبت شويه من الصوص حطيتهم كده فوق الوش، وبس كده الطبق معايا بقى جاهز. جربوها بجد هيعجبكم جدا. وكده انا خلصت. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.